صباح الخير، صباح الهنا، صباح السرور. رايحين قرية الأحلام في الساحل النهاردة. الساحل الطيب يا بنات. طبعا رحنا تبع شركة سياحة تو ام ترافل. الفرد 250 جنيه. ويلا بينا نشوف عيوب ومميزات القرية. دي البوابة بتاعتها الأحلام، هي على دولفين كده من وانت داخل. هنخش هناك القرية. وانت داخل في اول القرية جناين كتير قوي، هي فيها كمية جناين كبيرة قوي، وفيها شاليهات وفيها شقق غير الشاليهات دي على حمام السباحة. فمع الشركة اللي احنا رحناها دي بيعتبر السعر رخيص بالنسبة انك تروحي بعربيتك او باي عربية مأجراها او بتاكسي او باي حاجة اوبر كريم مثلا. هي بالاتوبيس السياحي ارخص. وعامة الشركة ديت اللي انا لقيته بعد كده تو ام ترافل، انا مش بعملها دعاية. بس الشركة ديت لقيتها رخيصة حتى في رحلات مطروح، حتى في رحلات دهب، حتى في رحلات شرم. فالشركة دي رخيصة عن غيرها. والمعاملة فيها كويسة، وكمان شركة اتوبيساتها مكيفة، وكانوا صادقين معانا في اللي قالوه ده كده. واحنا دخلنا القرية، وده حمام السباحة اللي في القرية. دي الشاليهات اللي هم عطونا شاليه في وش حمام السباحة عشان نغير ناكل ونقعد في الشاليه. وانا صورت لكم الشاليه، تعالوا شوفوه معايا. احنا طلعنا من السلم، وادي الشاليه بتاعهم. هنا على الشمال حمام، التلاجة دي شغالة على فكرة، دولاب مطبخ كامل، وفي الوش سريرين، والدولاب اللي انتوا شايفينه دوت. دي البلكونة، الفيو بتاع البلكونة خطير. البحر اهو جنب حمام السباحة لو خدت بالكم، في الوش على طول. طبعا احنا اليوم كان خطير، غيرنا هدومنا احنا وعيال اختي، ونزلنا حمام السباحة. وادعي ان هما طبعا مش كلهم في حمام السباحة. وابن اهوت هينط لكم في الحمام دلوقتي. حمام السباحة دوت لو انت رايحة لوحدك ب20 جنيه، لو انت رايحة لوحدك. وهو كمان الحمام دوت بيتقفل يا بنات الساعة 6. الحمام ميته نظيفة، معاملة كويسة. هنا طلعوا من الحمام زهقوا يعني، فقالوا نغير، راحوا رايحين البحر. هنا الشركة ما عندهاش مشكلة تروحي البحر، تقعدي في الجنينة، تروحي في ملاهي هناك براحتك. بس الملاهي صراحة شوية على قدها. كان من عيوب القرية ان الملاهي على قدها. طالعين احنا واخواتي، احنا كده واصلين البحر قريب جدا من حمام السباحة. بس المشكلة ان البحر بعيد وحمام السباحة عن بوابة الأساسية. البحر هنا كان يوميها الموج مش عالي خالص، والموج كان واطي، واستمتعنا بيه جدا. الرملة هنا بصور لكم الرملة، لان الرملة هنا الرملة الصفراء تحفة. طب يلا بس ما تخوفش. المية حلوة والحمد لله. النهاردة الموج مش عالي. وطبعا كان في احتفالات شديدة النهاردة في العلمين، والطيران فوق مننا عامل احلى جو، ومبسملة منورانا في القناة. البحر النهاردة 21/7، الموج تحفة. وادي الدش في القرية، المية حلوة قوي، وصراحة مش خسارة فيها الفلوس. احنا رحنا مع رحلة اليوم الواحد ديوز. اليوم ب250 جنيه للفرد. الاتوبيس يطلع من قائد ابراهيم تبع شركة اسمها تو ام ترافل مدام مروة. الصراحة الجو حلو، المياه حلوة النهاردة، موج مش عالي. وهروح دلوقتي حمام السباحة عشان الولاد عايزين يروحوا. وادي القرية هيت، وهجيب لكم اسعار الشاليهات اللي فيها والكابينة. يلا بسملة، يلا رؤية، يلا. وهجيب لكم اسعار الشاليهات والكابينة. هو الاتوبيس كله حمام السباحة بالشاليه بالاتوبيس، يوديكوا يجيبوا مكيف ب250 جنيه للفرد. وادي القرية هي فيها جناين، وهنشوف كده عيوبها ومميزاتها وهقول لكم عليها. هما اليوم صراحة جميل، والرملة البيضاء بقى الجميلة بتاعتنا بتاعت مطروح، طبعا بتاعت الساحل. وادي العلمين هناك اهي، مش عارفة شايفينها ولا لأ. شمس ضربة بقى، فأنا مش شايفة قوي يعني. شايفة، أنا أسفة بقى على التصوير لو مش حلو، عشان أنا مش شايفة من الشمس.
عايزه بقى اعرف اسعار الشقق والشاليهات، هقول لكم، هسال في الاداره واقول لكم يا بنات. عيد الثوره النهارده صح. هي اتقفلت الساعه 6 زي ما قلت لكم، اتقفلت حمامات السباحه خالص الساعه 6، وكله دلوقتي هيخرج من حمام السباحه والبحر، وكده يكون اليوم انتهى مع قرية الأحلام. يوم سعيد علينا وعليكم.